رغم اقتراب موعد الحدث الرياضي الأبرز عالميا أولمبياد ريو دي جانيرو، لكن لا تزال موجة الانسحابات تضرب بقوة، بالإضافة لشبح التهديدات الأمنية الذي يخيم على الدورة. يطرح السؤال: هل ستنجح البرازيل في تخطي كل هذه العقبات من أجل نسخة مميزة هذا العام، أم أن الحكم عليها بالفشل يمكن تخمينه حتى قبل بدايته؟ أقل من 3 أسابيع تفصل العالم عن انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيلية، وما قد يفصل نسخة هذا العام عن النجاح سوى المشاكل الجمة التي تتخبط بها. الأزمة المالية التي خنقت اللجنة المنظمة، ثم المخاوف الأمنية التي تهدد الدورة، بالإضافة إلى شبح فيروس زيكا الذي يخيم على البلاد، كلها عوامل خلطت أوراق الترتيبات للحدث العالمي الرياضي الأبرز. مشاكل هذه النسخة لا تقف عند فيروس زيكا المرضي، بل تتعداه لفيروس آخر أشد وطأة وفتكا. فالهاجس الأمني الذي يؤرق بال المنظمين في ريو، التي تعرف أعلى معدلات للجريمة، بات أصغر مما يعتقده الكثيرون بعد ورود تقارير استخباراتية أمنية تؤكد نية استهداف البعثة الفرنسية بأعمال إرهابية. لقد ظللنا خلال 2.5 إلى 3 أعوام في حالة تواصل مستمر مع وكالة الاستخبارات الفرنسية، ولم يحدث خلال هذه الفترة أن نقلت إلينا أي معلومات بشأن هجوم محتمل لمتطرفين برازيليين على الوفد الفرنسي إلى أولمبياد ريو. ما حدث أنه قبل شهرين تسربت معلومات حول تهديد مفترض، وطلبنا وقتها معلومات من المخابرات الفرنسية، لكن حتى هذه اللحظة لم نتلقى أي معلومات رسمية. ما دفع السلطات البرازيلية لنشر وحدات من الجيش في المدينة ضمن مخطط لتعزيز الأمن. وبالحديث عن زيكا، فقد يكون التهديد بمثابة القشة التي قد تقسم ظهر هذه النسخة، فالمخاوف من العدوى بسبب تفشي هذا الفيروس دفعت العديد من الأسماء العالمية إعلان انسحابها من المشاركة. رياضة الجولف نالت حصة الأسد من الانسحابات بعد إعلان كبار اللعبة عدم المشاركة، أبرزهم المصنفين الأول والثالث عالميا، الأسترالي جايسون داي والأمريكي جوردان سبيث، ما قد يهدد حضور رياضة الجولف في الأولمبياد بعد غياب دام لأكثر من قرن من الزمان. آخر الأسماء المنسحبة من الأولمبياد رسميا لاعبا التنس الكندي ميلوش راونيتش والرومانية سيمونا هاليب. الكندي المصنف 7 عالميا أعلن عبر صفحته على فيسبوك أن الحسرة تعتصر قلبه إزاء هذا القرار الذي اتخذه بكثير من الألم. هاليب المصنفة 5 على العالم عبرت كذلك عن أسفها الشديد عن عدم المشاركة، مؤكدة أن القرار جاء بالتشاور مع الأطباء والعائلة. لكن علامة الاستفهام الكبرى التي ترسم في أذهان المنظمين والرياضيين والجمهور: هل ستتغلب روح الأولمبياد على كل هذه العقبات الكأداء لتبقى الشعلة مضيئة لسماء هذا العالم، أم أنها قد تخبو في البرازيل؟ بداية نرحب بضيفي عثمان القريني، محلل ومعلق القنوات بي إن سبورتس. أهلا بك معنا. الحديث بطبيعة الحال دائما قبل كل دورة أولمبية وقبل كل حدث رياضي كبير، سواء كان كأس العالم، سواء